كده احنا تقريبا خلصنا الشابتر رقم 1. عرفنا في الشابتر الاولاني يعني ايه قوائم ماليه، وعرفنا ازاي نحلل اي ترانزاكشن بيتعمل ازاي، وعرفنا انواع القوائم الماليه ايه، وعرفناهم شبه كده بالتفصيل. عرفنا يعني ايه انكم ستيتمنت، اونرز ايكوتي ستيتمنت، بالانس شيت، وكاش فلو ستيتمنت. الاربع قوائم الماليه اللي هي قائمه الدخل، قائمه التغير في حقوق الملكيه، قائمه الميزانيه او المركز المالي، وقائمه التغير في التدفقات النقديه. دول الاربع قوائم بتوعنا اللي احنا اتكلمنا عليهم. طيب احنا دلوقتي خلاص خلصنا، والمفروض بقى انا كمحاسب هشتغل ايه لما اخرج؟ لو انا درست محاسبه ماليه فاينانشال اكاونتنج، المفروض ان انا اشتغل ايه؟ المفروض ان انت ممكن تشتغل اشهر شغل بيكون فين؟ بيكون في مكاتب المراجعه، بيكون في البابليك از بابليك اكاونتنت، از بابليك اكاونتنت. بابليك اكاونتنت يعني مكتب مراجعه او مكتب محاسب قانوني او مكتب بيقدم اشورنس سيرفيس او خدمات مراجعه وخدمات حسابات وكلام زي كده، اللي هم مكاتب المحاسبه، بيسموها كده مكاتب المحاسبه، اللي هم بابليك اكاونتنت. البابليك اكاونتنت دول بيشتغلوا في 3 مجالات بالاخص، يعني هتلاقيهم بيشتغلوا في 3 مجالات، او 4 مجالات. اول مجال خلينا نقولهم 3 وبعد كده نبقى نقول الرابع فيه جوه ايه يعني. اول مجال الاوديتنج، يعني في محاسبين بتشتغل بتطلع القوائم الماليه ديت، وانت بتيجي كمراجع تراجع القوائم الماليه دي، تتاكد من صحتها، هل المحاسب عملها صح ولا غلط، بكل الترانزاكشن بتاعها، من اول ما عمل الترانزاكشن لحد ما طلع القوائم الماليه. فهل بتعمل عليها اوديت؟ فانت بتراجع ليه؟ علشان تقول للملاك او القارئ للقوائم الماليه دي، يا جماعه اللي بيقرا القوائم الماليه دي انا راجعتها، والقوائم الماليه دي معتمده وزي الفل ومفيش فيها اي مشاكل، وتعبر بعداله ووضوح وفي جميع جوانبها ان هي قوائم سليمه 100%. خلاص، فلما بتراجع وتقول لهم رايك، خلاص الناس بتعتمد على القوائم الماليه دي. البنك لما يجي يقرا القوائم الماليه دي يقول لك ده زي الفل، ده متراجع، ده في مراجع مراجعها. لما يجي مثلا الملاك، ما هو الملاك مش شغالين في الشركه، المالك ممكن يبقى بره الشركه قاعد في حته ثانيه خالص بيشتغل شغلانه ثانيه خالص، بس هو بيملك الشركه دي. فلما يجي يقرا التقرير يقول الناس بتوعي اللي شغالين في الشركه دول ناس تمام وعاملين شغل تمام زي الفل، مفيش فيها اي مشاكل، طالما متراجعه من مراجع حسابات او من محاسب قانوني او البابليك اكاونت، من البابليك اكاونت، يبقى بقدم خدمه اسمها ايه؟ اوديتنج، بيراجع على الشركات. رقم 2 بيقدموا خدمات تاكسيشن، تاكس، يعني مكاتب المراجعه بتقدم خدمات ضرائب. يعني احنا طبعا الاوديتنج مشهورين مكاتب البيج فور زي KPMG حازم حسن، وزي ديلويت، وزي ارنست اند يانج، وزي برايس ووتر هاوس كوبر، دول اسمهم بيج فور. طبعا في مكاتب تانية بقى زي BDO، وفي مكاتب تانية زي مازرز مصطفى شوقي، وزي BDO، وزي ارنست زي يعني مكاتب كتير، مش عايزين نخش في تفصيل، هنعرفهم بالتفصيل قدام. يعني هنعرف المكاتب دي، هنبقى نحصرهم لما تيجي تشتغل ان شاء الله، هتعرف المكاتب دي بتبقى عامله ازاي واساميهم ايه. اشرف عبد الغني اشهر مكتب بيقدم خدمات ضريبيه اسمه مكتب اشرف عبد الغني في مصر هنا، وفاتح في السعوديه دلوقتي. فاللي بيقدم حاجات ضريبيه، فانت ممكن كمحاسب تشتغل في قسم الضرايب جوه المكتب دوت، فممكن تخرج تشتغل فيه. القسم الثالث والرابع اللي انا بقول لكم عليه ممكن نقسمهم لقسمين، اللي هو ايه؟ الكونسلتيشن. طبعا ايه الكونسلتيشن؟ بيشمل بقى جزء تدريب، تريننج، ان هم ممكن يدربوا وممكن يعملوا بوك كيبنج. واحد شركه عايزه تعمل دراسه جدوى لمشروع معين، انا عايز اتاكد ان المشروع ده تمام ادخل فيه ولا ما ادخلش فيه، فدي دراسه جدوى. عايز اعمل ميرج لشركتين، ادمج شركتين مع بعض، عايز افتح فرع جديد، فعايز شركه مكتب محاسبه استشاره لي يعمل لي شغل معين علشان اتاكد ان انا فعلا لما اعمل ميرج دوت، او لما اعمل اكوزيشن استحوذ على شركه ثانيه دي، يقيم لي سعر الشركه دي ادفع فيها كام ولا ما ادفعش فيها كام. فدي كلها اسمها ايه؟ كونسلتيشن. فيها جزء تريننج، ان انا ممكن ادرب شركات تانية، شركات عندها محاسبين عايزين يتدربوا، فانا ابعت ستاف من عندي يدربوهم على حاجه معينه. بوك كيبنج، ان انا اسجل الحسابات لشركه معينه، نفس الكلام دوت يعتبر ايه؟ من ضمن الكونسلتيشن. فده مكتب محاسب مراجع قانوني، ده معظم المحاسبين بيشتغلوا فيه. في الاول بيبقى مرتباتهم قليله، بس لما بياخد خبره وبياخد شهادات مهنيه بتلاقي الموضوع بيفرق معاه جامد، بياخد مرتبات عاليه جدا لو استحمل 5-6 سنين وفعلا اخد فلوس في الاخر
وفعلا اخذ شهاده مهنيه وذاكر كويس علشان يقدر يوصل انه يبقى عالي في المجال علشان يعرف يقدم الخدمات دي لشركات ثانيه. فده اسمه بابليك اكاونتنت. ممكن تشتغل جفرنمنتال اكاونتنت. يبقى ثاني حاجه جفرنمنتال اكاونتنت، محاسب في الحكومه، يعني في هيئه السلع التموينيه، في وزاره من الوزارات، في محافظه من المحافظات، تشتغل حاجات زي كده. ده اسمه محاسب قانوني، محاسب عادي جدا. ممكن تشتغل برايفت اكاونتنت عادي خالص، برايفت اكاونتنت يعني محاسب خاص، يعني بتشتغل محاسب في شركه من الشركات، اللي هو بيجي المراجع يراجع عليك انت بقى. يجي، ما هو المحاسب مين اللي بيقعد يشتغل شغل القوائم الماليه دي اللي احنا قلنا عليها؟ المحاسب. فالمحاسب طالما بيعمل قوائم ماليه محتاج حد يراجع عليه، فالمراجع يجي يراجع عليه. فمين اللي بيعمل اصلا القوائم الماليه؟ المحاسب. ده اسمه برايفت اكاونتنت. برايفت اكاونتنت. في حاجه اسمها فورنسيك اكاونتنت، اللي هو محاسب بقى اللي بيشتغل في الانفستيجيشن، وان هو مثلا احنا محتاجين في فرود معين، في حد نصب على شركه معينه وسرقها وهو كان محاسب فيها او هو رئيس مجلس اداره فيها، فعايزين نعمل انفستيجيشن، فانا محتاج محاسب متخصص في الحته دي، ازاي يعمل انفستيجيشن ويطلع عامل زي المراجع كده. يعني المراجع ده ممكن يشتغل في الانفستيجيشن عادي، بس ايه، الانفستيجيشن بقى بياخد مهارات اكتر، بيبقى عنده شويه مهارات اكتر من المراجعه، بس مش مجرد انه بيراجع وخلاص. فكل دي مجالات تقدر تشتغل فيها بالمحاسبه الماليه فقط. امال في محاسبه ثانيه او في محاسبه اداريه هنتعرف عليها برضو بالتفصيل قدام. يبقى في محاسبه ماليه اللي هو بتخرج تقارير لخارج الشركه، فانت ممكن تشتغل الشغلانات دي كلها من ورا بس المحاسبه الماليه. المحاسبه الماليه في منتهى الجمال، محتاجه منك بس ان انت تبذل فيها شويه مجهود، هتلاقيها بعد كده بتمشي سيستماتيك زي ما احنا شفنا. القوائم الماليه ما بتتغيرش، اللي انت اخدتها دي هتلاقينا بنقعد نعيد فيها ونزيد فيها بقى. خلاص احنا ما وراناش حاجه غير ان احنا نقعد ازاي نسجل وازاي نطلع قوائم ماليه ونحط ونعرضها ازاي. القوائم الماليه ديت نعرض الحاجات دي في القوائم الماليه ازاي، هي دي شغلتنا اللي احنا هنتعرف عليه خلال الفتره اللي جايه. فازاي تسجل وتقيس وتعمل، تجيب الرقم ازاي وتحسبه ازاي عشان تحطه في القوائم الماليه، هي دي شغلتك كمحاسب او اللي انت هتتعلمه في الكورسات الخاصه بالمحاسبه الماليه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.